مرتاحين البال ومطمنين على ارواح الضحايا في القصاص العادل ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اكرامي، شايف من وجهة نظرك ان الدوري يتلغي السنه دي ونبدا دوري جديد في قريب، يعني في شهر 7 أو 8؟ والله انا شايف ان هو ده انسب حل فعلا، ان الدوري ينتهي السنه دي كده، ولا بس نبدا الدوري بدري بقى السنه الجايه، يعني السنه دي يبدا الدوري بدري في اخر 6 مثلا. يعني لا، ده اخر 6 برضه متاخر، يعني بعد انتخابات الرئاسه بقى، عشان تكون الامور استقرت سياسيا وامنيا. والله انا شايف ان ملهاش علاقه يعني انتخابات الرئاسه ملهاش علاقه بالكلام ده، لكن عشان الامور بس تستقر امنيا شويه وان الناس تكون ارتاحت وتكون الامور كلها استقرت بالنسبه للاحداث بتاعه بورسعيد، فانا شايف ان يبداوا الدوري على شهر 5 اخر 5 اول 6 يعني ده عشان يبقى في فسحه من الوقت بالنسبه بالظبط، يبقى الشهرين اللي جايين دول حتى استعداد للفرق. لكن في حاله ان تتاخد عقوبات ضد النادي المصري، ما هو ما ينفعش، ده قرار اتحاد الكوره بقى. ما ينفعش ان العب الدوري من غير عقوبات، ما ينفعش خالص. تمام. لان النادي الاهلي طبعا واخد قرار ان هو مش هيشارك في بورسعيد لمده 5 سنين في جميع الانشطه بتاعته، مش كره القدم بس. فانا شايف ان لازم يتاخد يعني يمشوا في طريقين متوازيين، العقوبات بتاعت اتحاد الكوره مع القضايا الجنائيه اللي هي المفروض انها تنظر قريب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن، شايف موضوع اعتزال محمد بركات، هل بركات مصر على اعتزاله ولا هيبقى في تراجع ويبقى بس لحظه انفعال ولحظه غضب؟ الكلام ده مش مظبوط، وبركات نفى النهارده وقال ان ما حصلش مني ان انا قلت ان في اعتزال خالص، والكلام ده اتصرح بيه النهارده في قناه النادي الاهلي، وبركات كان موجود في التمرين النهارده لكن ما شاركش. ايوه، لان هو يعني لسه تعبان جسمانيا، لكن الولد قال ان ما حصلش مني ان انا قلت الكلام ده خالص، ونفى الكلام ده تماما. بشكرك كابتن اكرامي، وبالتوفيق لحضرتك ان شاء الله في الفتره اللي جايه.